سكورسيزي كل أفلامه بتتكلم عن الجريمة المنظمة والمافيا، هو أبدع فيها وبصراحة أعماله تشهد له. واتكلمنا قبل كده عن فيلم تاكسي درايفر واللي كان برضه من إخراجه، فلما شفتش الحلقة هسيبلك اللينك في الديسكريبشن. فيلم النهاردة هو شاتر ايلاند، ومأخوذ عن رواية بنفس اسم الفيلم للكاتب دينيس ليهان. بيحكي الفيلم عن تيدي دانيال، ضابط شارك في الحرب العالمية التانية واللي كان ليها تأثير على حالته النفسية واستقرارها. بيروح جزيرة اسمها شاتر ايلاند علشان يحقق في اختفاء مريضة اسمها راتشل، وخلال التحقيق بيشك في ان المستشفى بتخبي اسرار خطيره، وبيعتقد كمان انهم بيعملوا تجارب على المرضى. في النهايه بنعرف الحقيقه الصادمه، وان تيدي مش محقق ولكن في الحقيقه هو مريض اسمه اندرو. ده مختصر صغير عن الفيلم. قبل ما ابدا احكي لك عن التفاصيل الفنيه اللي اضافها سكورسيزي، عايزاك تركز على المثلث ده لان احداث الفيلم كلها ماشيه عليه. اول حاجه وهي المنظور، وهو وجهه نظر الشخص للمواقف والاشخاص، واحنا كمتفرجين بنشوف الاحداث بعين دانيال. تاني حاجه وهي الميه، في قصه دانيال بتمثل الحقيقه الكامله، اما النار فهي رمز للنكران والوهم ومشهد الهلوسة. دلوقتي نقدر نتكلم عن تفاصيل الفيلم واللي بدأت من أول لحظة. دانيال لما كان على المركب ظهر عليه علامات التعب والإرهاق لما كانوا في البحر، ومعلومة أنا قلتها في البداية وهي إن دانيال ضابط مخابرات، يعني متدرب على حاجات كتيرة وأصعب من إنه يجيله دوار من المية. فهنا تعرضه للمية وتأثيرها عليه ده ما كانش ليه علاقة خالص بإنه دوار بحر إطلاقا، وده علشان المية مربوطة بذكرى معينة في ذاكرة دانيال، فمجرد إنه بيتعرض للمية بتأثر عليه. وفي نفس المشهد تشاك بيسأل دانيال لو في بنت في حياته، وبندخل في فلاش باك مع مراته. في المشهد ده بيلعب سكورسيزي على المشاهدين عن طريق عرضه للميه وبعدها صوره ثابته لمراته. الجزء الاول بيرمز للطريقه اللي مات اولاده بيها، والجزء الثاني كان بمثابه حاجز حطه دانيال بينه وبين الذكرى المؤلمه دي. بيستخدم سكورسيزي اللقطه الثابته في كتير من افلامه علشان يلفت انتباهنا للجزئيه دي وان ليها دور محوري. في المشهد اللي بعده وقفهم الحراس علشان ياخدوا منهم السلاح، وبنلاحظ ان دانيال سلم سلاحه بمنتهى السلاسه، اما تشاد واجه صعوبه كانه مش متعود يشيل السلاح من مكانه. حتى دانيال كان مستغرب ازاي ظابط فدرالي ومش عارف يتعامل مع السلاح. السلوك الغريب للمرضى لما دانيال دخل المصحة، لو ما كملتش الفيلم هتفضل مستغرب زي دانيال هما ليه بيبصوا كده، بس لو كملت هتعرف ان تصرفهم طبيعي لانهم شايفين زميلهم لابس لبس غريب مش زيهم. ومن الحاجات الغريبة برضو في الفيلم هي مشاهد الاستجواب، يعني لما دانيال وتشاك كانوا بيحققوا مع بيتر وكلامه استفز دانيال، قعد يشخبط على الورقة وصوت كان موتر بيتر، فاتدخل تشاك عشان الاوضاع ما تخرجش عن السيطرة، وامر الحراس يرجعوا بيتر على مكانه. هنا في اللحظة دي هتحس ان تشاك مسيطر، قادر ان هو ياخد قرار في المكان. وفي نفس المشهد في كادر التحقيق هتشوفي كل المرضى وراهم حراس، حتى دانيال، على عكس تشاك اللي ما كانش فيه حارس وراه. وواحدة من مشاهد التحقيق كانت مع المريضة اللي عرفنا إن قتلت جوزها، لما طلبت مية وتشاك راح يجيب لها. لما قدم لها الكوباية كان فيها مية، بس إحنا لما شفناها بعين دانيال ما كانش أصلا في كوباية في إيدها، نظرا لأنها مربوطة بذكرى مؤلمة ليه، فبالتالي إحنا ما شفناهاش. لكن لما الكادر جه عليها إحنا شفناها عادي. في رحلة البحث عن المريضة راتشل هنلاحظ إن الحراس واقفين على مسافة ومحدش مهتم إنه يدور، علشان في الحقيقة راتشل مش هربانة لأنها مش موجودة أصلا. سكورسيزي استخدم النار كرمز النكران أندرو الحقيقي. أيوه، اسمه أندرو دانيال، ده اسم هو اختاره لنفسه زي باقي الشخصيات، زي راتشل سولاندرو اللي اتغيرت لدولوس شانيل اللي عرفنا بعدين انها مرات اندرو. وكل الاشخاص اللي في الفيلم من منظوره، وظهرت في مشاهد كتيره زي مشهد المغاره لما كان مع راتشل، حتى في الحلم لانه كان بيقنع نفسه ان مراته ماتت محروقه، لانه ما قدرش يتحمل حقيقه ان هو اللي قتلها بعد ما قتلت اطفال. تيدي طول الوقت كان بيدخن، بس ولا مره كان معاه ولاعه، وكل مره تشاك هو اللي بيعرضها عليه، وده طبيعي جدا لانهم مستحيل يسيبوا مريض خطير زي تيدي معاه سلاح حتى لو كان بسيط. نرجع تاني لمشهد المغاره، كانت النار اخده كادر كبير جدا، واحنا عرفنا ان النار كانت بترمز طول الفيلم للنكران والهلوسه. ولو ركزت على ايد تيدي هتلاقي فيها رعشه. طبعا هتقولي عارف انا الحته دي، ايده بتترعش عشان هو متخدر. هقولك ان كلامك فيه حته صح، لانك هتشوف الفيلم وهتعرف ان هو بيخدروا المرضى، بس اندرو ما كانش متخدر خالص، فبالتالي مفيش وجود للنار، والرعشه اللي في ايده كانت من البرد عادي جدا. الطريقة اللي اتعرض بيها الدكتور ليك خليته في نظرك الشخص الشرير في الحكاية، بس ده عشان احنا شفناها بمنظور تيدي، لكن هو عمل كل ده عشان يتجنب الطريقة الصعبة في علاجه، وهي عملية استئصال الفص الجبهي. عملية جراحية اسمها لوبوتومي بتخلي المريض أهدى، بس زي الزومبي لا مشاعر ولا إرادة. الورقة اللي لقاها تيدي في أوضة راتشل كان مكتوب فيها قانون رقم 4، وإن الأسماء عبارة عن حروف متشابهة، ومين هو رقم 67. وبنشوف في اجتماع كان فيه كل الأطباء اللي في المصحة، دكتور منهم كان معجب بالقانون رقم 4، واللي اتضح إنه كمان ليه دور في المسرحية دي. الفيلم أحداثه كلها هتشككك في نفسك، أول مرة هتشوف الفيلم هتعيش مع الأحداث وهتتعاطف مع تيدي لحد آخر لحظة، لكن تاني مرة نظرتك هتكون مختلفة بعد ما عرفت الحقيقة، وهتبدأ تلاحظ تصرفات غريبة، حتى ملامح الوش هتبقى مفهومة بالنسبة ليك، لأن أنت عرفت إن دي مسرحية كل اللي على الجزيرة ليه دور فيها، حتى المرضى. ممكن كانت للمرضى لعبة، لكن بالنسبة للطاقم الطبي فهي كانت محاولة يائسة إنهم يخلوا تيدي يقتنع ويقبل بحقيقته. ومن الحاجات اللي هتخليك مؤمن بتيدي لحد آخر لحظة
اللحظة وإن كل اللي بيحصل مؤامرة قبل ما نعرف الحقيقة هي الكلام المحفوظ، زي مشهد الدكتور اللي قال لتيدي إن راتشل مصدقة إن أولادها لسه على قيد الحياة وإن المكان اللي هي فيه بيتها، وإن المرضى بيمثلوا دور الدليفري وساعي البريد كأنها حياتها الطبيعية، والكلام ده قالته المريضة وقت التحقيق بالحرف وبنفس الترتيب. Believed her kids were alive. She thought she was still living in the Berkshires, and we were all her neighbors. The milkman, postman. Deliveryman. في المشهد الأخير تيدي بيسأل تشاكو بيقوله إيه الأسوأ، تعيش كوحش ولا تموت كرجل صالح؟ السؤال ممكن يتفسر بطريقتين، الأولى إن تيدي مصدق الحقيقة لكن مش هيقدر يعيش بيها فهيكمل على نفس الحالة، أما التفسير التاني فهو إنه هيفضل في اللوب دي لأن عقله رافض يصدق الحقيقة، والاختيار والإجابة في الآخر بيتساب للجمهور لأن النهاية بتكون مفتوحة. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? في الآخر إحنا عرفنا إن الهروب من الماضي ممكن يكون حل بس مؤقت، لأن لازم يجي وقت ونواجه، بس السؤال هنا هل الحقيقة دايما شيء لازم نواجهه ولا في أحيانا بنفضل نعيش الوهم علشان الألم وقتها هيكون أقل؟ في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تكتب في الكومنتس لو عايزين فيلم معين نحلله الحلقة اللي بعدها.